يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا قصة جميلة فيها عبرة لكل بنت بترتبط او داخلة على ارتباط. بس قبل ما نبتدي حكايتنا النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموه باللايك. عنوان حكايتنا النهاردة بيقول الفستان كان حلو عليكي قوي. اول ما خطوبتي خلصت مسكت الفون علشان انزل صوري بالفستان واحكي تفاصيل اليوم وازاي اليوم كان حلو قوي. قبل ما انزل الصورة ظهرت لي رسالة في الازهر فيها جملة: الفستان كان حلو عليكي قوي. كانت من الشخص اللي كنت بحبه، وفجأة ساب حياتي وخرج منها وكأنه ما كانش موجود فيها. سابني من غير مبرر ولا عذر. عملت سين على الرسالة وما ردتش، لأن خلاص بقى في حياتي شخص تاني غيره. كان في حاجات كتيرة جوايا عايزة أقولها، زي نتعاتب مثلا، أو أحكيله عن اليوم اللي صحيت فيه وما لقيتوش في حياتي، وقد إيه أنا تعبت واتوجعت واتأذيت في غيابه. أو مثلا أسأله: أنت إزاي شفت الفستان حلو ومش أنت اللي معايا؟ بس لقيت مش هينفع الكلام ده لأنه فات أوانه خلاص. عملت سين على الرسالة برضو وما ردتش. عرف اني شفت الرسالة فكمل: على فكرة انا موجود في الخطوبة من بدري، من قبل ما تيجي حتى من عند الكوافير. كنت واقف مستنيكي علشان اشوف الفستان. كنت متأكد انك هتلبسي اللون ده علشان عارف انك بتحبيه، وكنت دايما بتختاريه لما بتشتري اي حاجة. قوليلي صحيح، هو انتي ليه حاطة مانيكير؟ مش انتي ما كنتيش بتحبيه؟ حطيتيه ليه؟ بس على فكرة كان شكله حلو قوي عليكي، كان طالع حلو جدا مع الفستان. مين اللي اختار معاكي؟ اصل انا دايما كنت بختار معاكي. عارف انك مش هتردي، وعارف انك عايزة تقولي كلام كتير، بس مش هينفع. ولو اجابة سبتني ليه محيراكي فانا هجاوبك عليها من غير ما تسألي. سبتك علشان انا غبي، كنت ضامن وجودك. ما كنتش متخيل ان اليوم ده هيجي وانتي مع حد تاني غيري. عملت سين وما ردتش، ونزلت صوري بالفستان وكتبت كابشن حكيت فيه تفاصيل اليوم وازاي اليوم كان جميل وكان احلى يوم في حياتي. وبعدين قفلت الموبايل وانا ببتسم وبتتردد في ذهني جملة سمعتها قبل كده: دي النهاية المستحقة لكل حد ساب وما قالش ليه. فعلا دي النهاية اللي يستحقها كل حد ساب وما قالش ليه. ما يستحقش انه ياخد فرصة تانية، ما يستحقش ان حتى تتسمع مبرراته. ما تدوش لحد اكبر من حجمه، ما تدوش لحد اكتر من اللي يستحقه، ما تدوش لحد قيمة ووقت ومجهود وطاقة بعد ما جرحكوا وسابكوا. الفرصة التانية ما بتبقاش فرصة للتصليح، الفرصة التانية بتبقى فرصة للأذى أكبر. اوعوا تفكروا ان اللي باع مرة مش هيبيع 1000 مرة، بالعكس اللي باع مرة عنده استعداد يبيع 1,000,000 مرة. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.